المكرونة بالبشاميل. المكرونة بالبشاميل كلنا بنحبها، ومفيش حد تقريبا مش بيعشق المكرونة بالبشاميل. طبعا بيكون ليها أكتر من طريقة، والطريقة دايما اللي كنا كلنا بنحبها طريقة جدودنا زمان، باللحمة المفرومة وبالبيض من غير أي جبن أو أي إضافات. طبعا دي الطريقة التقليدية، هي حلوة جدا، وإن شاء الله نعمل وصفات كتيرة للمكرونة البشاميل. بس خلينا أقول لكم النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة شوية، عليها خلطة كده مش تقليدية، حبيت أشاركها معاكم، وإن شاء الله حاسة إنها تعجبكم، طعمها حلو جدا. خلينا نشوفها مع بعض، وهستنى تعليقاتكم وتقولولي رأيكم فيها إيه. بداية هنسلق 3 حبات من الطماطم، وهنقطعها كده عشان تبقى سهلة في التقشير. نفتحها بالسكينة، هنسيبها على النار تتسلق شوية، وهنشوي الفلفل الرومي والثوم. بعد ما طلعنا كل ده هنبتدي نضربه مع بعض في الخلاط، الفلفل كده والثوم والطماطم. هنضرب الصوص ده مع بعض لحد ما هيكون بالشكل ده. هنبدأ نعمل اللحمة المفرومة بتاعتنا. طبعا بصلة كبيرة مفرومة هنشوحها في شوية معلقة زبدة أو سمنة بلدي على النار، وبعدين هنضيف لها معلقة من الثوم الفريش. أول ما هنشوحهم كده شوية هننزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة. هنقلبها طبعا كويس جدا على النار لحد ما كلها تاخد لون ذهبي حلو كده، وكل السوائل اللي فيها دي تقل شوية. هنضيف التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل أسمر وكمون وشطة، مش هنحط حاجة تانية عشان ما تغيرش طعم اللحمة المفرومة بتاعتنا. وطبعا الشطة دي حسب الرغبة، نحط معلقة صغيرة من كل حاجة كده، وهنقلب كل الحاجات دي مع بعض تاخد تشويحة حلوة. وبعدين هنضيف معجون الطماطم بقى اللي عملناه سوا مع بعض، الثوم المشوي مع الفلفل الرومي والطماطم اللي سلقناها، ونسيب كل ده يتسبك على نار هادية. ونعمل بقى صوص البشاميل، ده أهم حاجة. معلقتين كبار من السمنة البلدي، والمعلقتين الكبار دول اللي هو المغرفة الخشب اللي أنا بغرف بيها دي، عشان احنا عايزين البشاميل بتاعنا يبقى كتير. وعليهم مكعبين زبدة هنسيحهم كده كويس قوي على النار، وهنضيف لهم بقى معلقتين ونص كبار من الدقيق، ونقلب كده الدقيق كويس. وهنبدأ نضيف اللبن واحدة واحدة، شوية شوية، وبعدين نقلب شوية ونقلب عشان ما يكلكعش مننا، خطوة بخطوة اهو. انا هنا حطيت 2 لتر من اللبن، وطبعا كمية اللبن هتفرق معانا على حسب نوع الدقيق اللي هنستخدمه. اهم حاجة احنا عايزين القوام بتاعنا يكون كريمي كده، ما يكونش تقيل قوي ولا خفيف. هنشوفه دلوقتي مع بعض. وكل ده يكون على نار هادية مع التقليب دايما المستمر. وبعدين هنضيف كريمة الطهي بتاعتنا، علبة صغيرة. لو حابين نكتر شوية مفيش مشكلة، هي بتعزز الطعم جدا، تديله طعم ومذاق رائع. هنفضل نقلب كده على نار هادية، هيبتدي القوام يتقل معانا. لو حابين طبعا ان احنا نتقله هنفضل سايبينه على النار لما نوصل للقوام المطلوب. حابين نخفف تاني القوام، حسينا انه تقل معانا، هنضيف شوية لبن صغيرين. طبعا انا هنا بقى ضفت الملح والفلفل الاسمر بس. هنقلبهم كويس، وبعدين هنضيف جبنة
طبعا حسب الرغبة الجبن اللي حضراتكم هتحبوها هنضيفها. هنقلب برضو كده لحد ما القوام بتاعنا يكون كريمي معانا، مش عايزينه خفيف ولا تقيل، ويكون على نار هادية قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الشكل اللي احنا عايزين نوصله في الاخر. وهنسلق المكرونة بتاعتنا بالطريقة المعتادة، بس مش هنخليها تستوي قوي، هننزلها 3/4 سوا عشان طبعا لسه هتستوي في الفرن تاني فما تطلعش معانا معجنة. ونبدأ بقى نجهز صينية البشاميل بتاعتنا. هنجيب كده المكرونة وهنضيف عليها نص من اللحمة المفرومة اللي عملناها مع بعض، وكمان جزء من صوص البشاميل بتاعنا، وهنقلب كل ده كده تقليبة حلوة مع بعض. هنضيف هنا كمان في الصينية بتاعتنا جزء من البشاميل. اهم حاجة عندنا الصوص بتاع البشاميل يبقى كتير، وبتكون المكرونة بتاعتنا غنية كده باللحمة والبشاميل. وبعدين هنضيف زي ما حضراتكم شايفين جزء كده من المكرونة، نص الكمية، وبعدين هنبتدي نضيف اللحمة المفرومة باقي الكمية بتاعتنا، وهنوزعها كده كويس. شايفين جميلة ازاي؟ وبعدين كمان هنضيف الجبن اللي بتحبوها مع بعض، اي نوع جبن تحبوه، لكن الموزاريلا طبعا المبشورة بتكون طعمها حلو جدا معاها. احنا ممكن نضيف جبنة تشيدر او نضيف اي حاجة، جبنة رومي مبشورة، اي نوع جبن تحبوه حضراتكم نضيفوه كده. ممكن من غير برضو خالص، بس بالجبن بتديلها طعم احلى. بعدين ضفنا باقي بقى كمية المكرونة اللي فاضلة، وبعدين الصوص تاني بتاع البشاميل. شايفين بقى كتير ازاي كده وحلو، بتبقى غرقانة في البشاميل. وبعدين هنضيف طبعا باقي الجبن على الوش، طبعا اي نوع برضو جبن حضراتكم هتحبوه. وهندخلها الفرن مع المتابعة المستمرة من 10 ل 15 دقيقة في الرف الوسطاني كده في الفرن من تحت. انا عايزة الصوص بس يغلي كده، يعني تشوفوا الجبن وهي بتسيح على الوش والبشاميل بيغلي شوية، خلاص كده تبقى استوت. وهنطفي الفرن ونشغل الشواية. ليه؟ علشان احنا عايزين الطعم يكون كريمي وتكون غرقانة، كل ما هنسيبها كل ما هتجمد وهتبقى تقيلة. فالصوص الكريمي ده عشان يتعمل لازم متابعة مستمرة في الفرن. على اي اكل عموما المفروض نتابعها باستمرار، ما نسيبهاش كده وننساها، لازم نسويها لحد من تحت بس شوية، هتطلع قدامنا بالشكل التحفة ده. وطبعا اللي بيحب ياكلها وهي سخنة جدا وسايحة في الجبن كده والصوص بتاعها زيي، انا حبيت اقطعها معاكم عشان نشوف مع بعض سوا شكلها. شايفين درجة التسوية بتاعتها من تحت ودرجة اللون بتاعها من فوق عامل ازاي؟ دوقوا قولولي طعمها ايه، وان شاء الله تعجبكم وتكون الحلقة النهاردة عجبتكم، وتكون طريقة مختلفة وجديدة للمكرونة بالبشاميل. هستنى تعليقاتكم، وبتسعدني جدا متابعتكم، وتابعونا دايما على طعمها ايه، لسه عندنا وصفات حلوة كتيرة ليكم.